السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة، معكم جعفر العراقي. الشرح لهذا اليوم عن كيفية ضبط إعدادات راوتر تندة. هذا الراوتر متوفر بالعراق بكثرة مثل راوتر TP Link. في بداية الأمر يحتاج إنه توصل بوايرلس تندة، بعدها أسوي له كونكت، بعدها أقوم بفتح متصفح الإنترنت وأقوم بكتابة هذه الأي بيات 192.168.0.1. بعدها راح يدخلني على صفحة اليوزر نيم والباسورد. راح يكون اليوزر نيم ادمن لراوترات تندة. مجرد انه اقوم بكتابة ادمن على الباسورد، بعدها اضغط على اوكي، راح تظهر لي صفحة الاعدادات السريعة لراوتر تندة. كل ما علي اقوم بالتحويل على الPPO، بعدها اقوم بكتابة اليوزر نيم باسورد، بعدها اتحول الى الوايرلس سكيورتي واقوم بكتابة الباسورد الجديد، بعدها اضغط اوكي. في حال ان ادخل على اعدادات الراوتر اضغط على ادفانس، بعدها راح يحولني الى الاعدادات الكاملة لراوتر تندة، احول الى الوايرلس، بعدها اتوجه الى SSID واقوم بتغيير اسم الراوتر، بعدها اضغط على اوكي، اتوجه الى الوايرلس سكيورتي، بعدها اتوجه الى سكيورتي مود واغير على WB2، بعدها اقوم بكتابة الباسورد الجديد. مثل ما تشوفون هسه خليت الباسورد الجديد. في حال قمت على اوكي راح يقوم بعملية ريبورت للراوتر، بعدها توجه الى الوايرلس، توجه الى SSID لراوتر تندة، بعدها اقوم بعملية كونكت وادخل الباسورد الجديد، انطيه اوكي، بعدها اقوم بعملية ريفرش. مثل ما تشوفون هسه الراوتر اشتغل عندي. مجرد انه اقوم بتوصيل الانترنت للراوتر بعدها راح يشتغل طبيعي. في حال ردت انه اغير باسورد الدخول للراوتر، كل ما عليه اتوجه الى التولز، بعدها على تشينج باسورد، بعدها ادخل الباسورد القديم اللي هو ادمن، بعدها اقوم بكتابة الباسورد الجديد، اقوم بتأكيده مرة ثانية، بعدها انطيه اوكي. مثل ما تشوفون رجعني للوحة الدخول لراوتر تندة. اقوم بكتابة الباسورد الجديد، بعدها انطيه اوكي. مثل ما تشوفون دخل على لوحة اعدادات راوتر تندة. تقريبا هذه الاعدادات الشاملة لراوتر تندة. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار تقدر تراسلني. تحياتي لكم جعفر العراقي.